أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. التلفزيون الجزائري وطبعا المخابرات الجزائرية تضرب بقوة وتكشف عن الخطة على بالكم تاع شكون؟ تاع الخونات على الوطن. أرواحوا نحكي لكم متابعينا الكرام. عندها تقريبا، نعم، عندها تقريبا واحد 4 أيام ولا 5 أيام، أو ماشي 4 أيام ولا 5 أيام، في مواقع التواصل الاجتماعي وفي التيك توك كدا منا هذاك الغريان، ماشي الغريان، لا، هذاك السونسيس، هذاك السونسيس اللي سموه المازدا، واه، اللي عايش في فرنسا وعنده 3 فيلات وعنده سيارات فخمة من أموال الخيانة ومن أموال المخزن، ومن أموال استحمار بعض من الأشخاص. قال لهم يا نخرجوا مظاهرات، يا نديروا مظاهرات. فهمتوني كيفاش زادوا له في اللادوز، زادوا له في اللادوز، قالوا له هيا كل ما ينخرجوا في مظاهرات. علاش يخرج الشعب الجزائري في مظاهرات؟ علاش؟ أروح نحكي لكم القضية خوتي، أروح نحكي لكم القضية. هكذا خطط المقعور المازدا لترتيب مظاهرات لضرب استقرار الجزائر. عرضت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء حكموا 16 جاسوس يتعاملوا مع هذا السونسيس هدايا. قال لك ملف ارتبطت وقائعه بارتكاب أفعال تخريبية من شأن المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها تزامنا والمسيرة الشعبية السلمية لدعم الشعب الفلسطيني. نعم، 15 ديسمبر 2024. وسعى المتهمون إلى الترويج لمخططاتهم الإرهابية بطريقة ذكية من خلال استغلال بعض العناصر الناشطة بالجزائر والتي شاركت في الحراك أو في مسيرات الحراك الشعبي. وسعى المتهمون حسب ما توصلت إليه تحقيقات استخباراتية موسعة ومعمقة إلى إنشاء ميثاق وطني سلمي يعرض خدماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظاهرة يدعو إلى التغيير السلمي وفي باطنه ثورة شعبية ضد نظام الحكم. انت راك تشوف أخي المواطن، أختي المواطنة، انت راك تشوف باللي هذا أمر عادي. بالك تقول باللي بالك زعما شغل، زعما نديروا مثلا حراك مع فلسطين، نعاونوا فلسطين، ندعموا فلسطين. لكن هناك بعض من المرخص وبعض من الليسونسيس كما المازدا وجماعته، نعم، كما قلت متابعينا الكرام، هم يستغلوا قضية فلسطين والحراك طبعا، وأي مظاهرة تخرج مثلا من أجل مساندة القضية الفلسطينية يخرجوا لك هذوما المرخص وهذوما ليسونسيس. فهمتوني؟ لأنه واحد كيبيع بلاده ويبيع الوطن تاعو بالدراهم، واش تسنى احنا نسموه كجزائريين؟ ما نحترموه ما والو، غير السقلة والكف وحاجة واحدة أخرى. وسعى المتهمون حسب ما توصلت إليه تحقيقات المخابرات الجزائرية الموسعة والمعمقة، داروا ميثاق وطني سلمي يعرض خدماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظاهرة يدعو إلى التغيير السلمي وفي باطنه ثورة شعبية مدمرة ضد النظام. حبوا يجيبوا مازدا رايس تاع بلاد، السيد ما حافظش على الاسم تاعو يحافظ. والخطير في الوقائع فإن أحد المتهمين المدعو با جمال اعترف للمحققين أن بعض عناصر الجماعة الذين يخضعون إلى المنظمة الإرهابية رشاد بالخارج خرجوا إلى الشارع لتأجيج الأوضاع بأوامر من المقعور المازدا المتهم الفار من العدالة. ويتعلق الأمر بكل من المسمى تاح حساني والمسمى جليل بعامر. وبالمقابل اعترف المتهم بتسلمه مبالغ مالية من حركة الإرهابية الماك، من بينهم المدعو نوم دويز، عسكري سابق، مقابل تنفيذ الفكرة لإعادة بعض المظاهرات، وتم عرض عليه راتب شهري أكثر من $7,000. انطلقت وقائع القضية بعد ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود مبادرة مشبوهة ذات مصدر خارجي، والتي تدعو لتكثيف الجهود بغرض إعادة بعث المظاهرات وخروج الشعب إلى الشارع تحت غطاء التغيير، خاصة باستغلال المسيرات السلمية المبرمجة تضامنا مع الشعب الفلسطيني للترويج لمخططاته. 19 أكتوبر 2023 تم توقيف المتهم با جمال، رب أسرة يقطن في براق بالعاصمة. من خلال عملية التحقيق معه تبين تورط عدد أشخاص في هذا المخطط. أنا قلت لكم 17 شخص. وكللت التحريات بتوقيف متهمين آخرين، كل من المسمى آية إيدير عبد الحكيم من جسر قسنطينة بالعاصمة، والمسمى يونس من البليدة، والمسمى مام ليلى القاطنة بدال إبراهيم العاصمة، والمسمى عبد الرحمن من مدينة المرادية بالعاصمة.
مخطط إرهابي لاستهداف الجزائر، حيث كشفت محاضر سماع المتهمين السالف ذكرهم عدة خبايا وأسرار عن المخطط الإرهابي لاستهداف الجزائر. هادو هما اللي كشفوا باللي كانوا يجتمعوا عند السفير الفرنسي باش نفهمكم. حيث صرح المتهم باجمال أنه منذ 2019 وهو يشارك في مسيرات الحراك الشعبي، وخلال تلك الفترة كان يتحدث عبر تطبيق الفيسبوك وتطبيق التيك توك عن الأوضاع الراهنة للبلاد، حيث تعرف على المتهم حكيم في سنة 2022 وعن قناعة منه على ضرورة إعادة بعض المظاهرات في الشوارع الجزائرية من أجل التغيير جذري في البلاد. تبادر إلى ذهنه فكرة إنشاء ميثاق وطني سلمي يعرض الأوضاع العامة في البلاد والسبل المتخذة من أجل التغيير السلمي، ومن أهم بنوده توحيد الحراكيين، وأيضا يعني تحية النظام الحالي والمؤسسة العسكرية مع رفع المتابعات القضائية عن الحراكيين المقعورين ماشي الحراكيين، مضيفا أنه عرض هذه الفكرة على أحد الحراكيين المعروفين المقيمين في فرنسا والمسمى فارس فلوجة، وينحدر من منطقة باب الزوار، وهو عضو بالحركة رشاد. هذا قبل بالفكرة وتكفل بكتابة الميثاق وأرسله عبر تطبيق الماسنجر، وهو الميثاق الذي عرضه المعني على كل من المسمى توفيق حساني والمسمى أيت إيدير عبد الحكيم ومحمد بن عودة، وهي الفكرة التي تقبلوها في البداية. في اليوم الموالي خرج كل من المسمى هذا حساني وجليل بعامر بأوامر من الكلب هذاك المقعور المازدا هذاك، لكنه حسب تصريحاته اتهموه بالعمل لصالح مخابرات ففشلت الفكرة. وأضاف المتهم باجمال أنه اتصل بالمدعو مجيد المكنى بقوارية ينحدر من منطقة أوقاس بجاية، موظف كسائق سيارة إسعاف يبلغ من العمر 65 سنة، مقيم بفرنسا، مستعمل الرقم الهاتفي، حيث أبدى إعجابه بالمحتوى الذي يقدمه المعني على منصات التواصل الاجتماعي، كما صرحوا أنه سبق أن أرسل له خلال شهر أوت مبلغ 60,000 دينار جزائري. على بالكم نعطيكم واحد العفسة يبعثوا لك ميساجات ومنا يقولوا لك باللي انت راك صحفي، انت راك مؤثر ونقدروا نتعاونوا كدا منا، هاي واش نتعاونوا واش نقدروا نديروا. يا ودي الأوضاع ماشي مليحة في البلاد والغلا والناس ماكلة بعضاها، يا ودي لازم نديروا حراك كدا. كيفاش هي حراك؟ واش معنى تاع حراك؟ ما فهمتش. علاش نديروا حراك؟ علاش نديروا ثورة زعما؟ علاش؟ يا ولدي الولاد الأوضاع كدا منا، معليش الأوضاع. علاش تبعث لي أنا 70,000 دولار مثلا ولا 7,000 دولار؟ علاش؟ وشي الغرض؟ فهمتوني؟ الناس شوف، كاين عباد ماشي يحب البلاد، كاين عباد يحبوا دراهم، الله غالب، كي يبعثوا له دراهم يتعمى ما يفهم فيها والو، يبيع بلادو، يبيع يماه، يبيع اختو، يبيع كلش، لانه اللي يبيع البلاد قادر يبيع كلش، كيما المازدا الوسمو تاعو باعها. إذا وصرح المعني المسمى يزيد تميم مقيم بفرنسا عرض عليه مشروع منصة ثورية شعبية والتي تتضمن توحيد وتنظيم الحراكيين وتغيير نظام الحكم، وطلب منه الانخراط معهم في هذه المبادرة التي يقوم بتحضيرها كل من المسمى يزيد تميم والمدعو هذايا نوم إيدوس، حيث طلب منه أيضا جمع أكبر عدد من المناضلين في الداخل والخارج من أجل المباشرة في نشر هذا المشروع. 2023 قام المعني بك باللي المخابرات الجزائرية ما راهيش سهلة، راهي تتبع فيهم من 2019 وراهي تصيد فيهم بالكف بالواحد. أوت 2023 قام المعني بعقد اجتماع على مستوى منزله، حيث حضره كل من المدعو راديكاليست المسمى خديجة بن خير الدين، الذي أحضر معه شخص رفقة زوجته ينحدران من منطقة قسنطينة، والمدعو نون أمال لعرض المشروع. عبالك شتو هذوما الحراكيين واللي يقول لك نديروها مدنية وعسكرية، تلقاه من هذوك النوع اللي يمدوا نساهم، يمدوا خياتهم، فهمتوني؟ هاو قال لك جلب زوجته معه. مليح الشيخ مليح. قلت لكم هذوك شتو هذوك اللي يديروا فيديوهات يوري مرتو، اني سافرت مع مرتي، يعني حوست مع مرتي، هاي مرتي راهي تشطح، هاي مرتي تدير. هادو هما اللي يبيعوا البلاد، هادو هما اللي يحبوها مدنية ماشي عسكرية، هادو هما اللي يحبوا التحرر والدايثة، واللي يختو رايت كومبي، جماعة الكومبينغ، ورواحوا نديروا كومبينغ في الغابة، ورواحوا نديروا جاو جماعة وكالة السفر راهي جايتكم الدولة. صبروا برك صبروا برك صبروا برك. المهم قال لك سنة تشوف. وأضاف المتهم جمال أن المدعو يزيد أعلمه أنه سوف يتكفل بكل حاجيته، وأنه مستعد لتخصيص أجرة شهرية له من أجل رفع العبء عليه ومباشرة مهامه بكل أريحية في إنجاح الثورة. مضيفا له بأن رفقة جماعته سوف يقومون لاحقا بتمويل نشاطات جماعية، كما دار لهم زيطوط الخطرة اللي فات. أنت نشري لك هاتف ثورية، أنت نشري لك هاتف ثورية، هذا يعيط لهذا وهذا يعيط لهذا، وهذا ننطلقوا منه وحنا ننطلقوا منه، ودير أختك
دير خطك، مشي دير ثورة، الشعب يوقف ضدكم، يخرج واحد بالكف بالصقل، مشي قال له نديروا ثورة. ومن خلال هذا الحديث صرح المتهم أنه قام بالاتصال بالعديد من الناشطين من معارفه، وقام بعرض فكرة المشروع لكل من المدعو محمد التبسي سائق شاحنة للتكفل بنقل الحشود إلى مختلف الولايات للتنسيق مع مختلف الناشطين، المسمى حكيم والمسمى خير الدين والمدعو راديكاليست. وصرح المعني بخصوص المدعو نوم إيدوس وفي عسكري سابق أرسله حقيبة ملابس مع زوجته المسماة حياة. قلت لكم يموت ويحط زوجته في الوسمو دايوثين تاج كوبي. اما كيفاش انت ما راكش محافظ على المؤخره ديالك كيما المازدا، وهذا ما راكش محافظ على الزوجه تاعك، كيفاش راح تحافظوا على البلاد برك؟ هنا تكمل تما قبل ما تبدا الثوره، هنا تكمل اللي عنده مخ برك يفهم. اما فيما يخص المسمى بن عوده محمد مقيم بانجلترا ينحدر من ولايه شلف، ارسل مبلغ 50,000 دينار لصديق المسمى حكيم ايدير، حيث استعملوها في التنسيق من اجل عوده المظاهرات والمطالبه بالتغيير. هادو هما الاشخاص اللي كانوا يدوروا مع السفاره الفرنسيه، وهما اللي كانوا يهضروا ويديروا اجتماعات مع السفاره الفرنسيه، وجبدتهم المخابرات الجزائريه بالواحد وبالكف وبالسقله. هذا موضوع الاول. الموضوع الثاني خوتي اللي راح نتكلموا عليه، وانا نتمنى من خوتي الجزائريين يبارطاجيو الفيديو، كثروا لنا من اللايكات، لانه مصير البلاد متابعينا الكرام حرام، احنا ما راناش نلعبوا. واي واحد برك يطيح في التعليقات ولا ما على باليش انا، يا راك مروكي يا راك وليد قاف وليد قح، فهمتني كيفاش؟ تما انا راني في خدمه الجزائر، اذا انت ما راكش فاهمني في موضوع ما تطيح ليش، بيسك انا راني مر اللي خلط فيا، انا راني مر من الاخر. ما تشوفش هكا راني نهضر عادي جدا، ما نحبش نطيح في الفيديوهات تاعي تقول هذا راه جونتي هذا راه عاقل. المهم خاصة اللي لعبوها زعما طايحين خشان وقدامنا، كان لا تلعبها لي. فهمت كيفاش؟ الموضوع الثاني، وزارة المجاهدين دارت واحد الهضره. شفتوا هذيك الايامات اللي كانوا نشر فيها هذاك المقعور المازدا، قال لكم بطاقه احفاد الشهداء. شفتوا هذيك ولا شكون دارها؟ المقعور المثقوب هذا وليد القح هذايا، هو كي داركم، قال لكم هم داروا لكم بطاقه احفاد الشهداء، ودار فيديو وبدا يهضر وبدا يخط. هي كي قال لك كاينه بطاقه احفاد الشهداء وما لا باليش. هذه من بين الامور اللي راهم يلعبوا عليهم باش يحرضوا الشارع الجزائري باش يديروا التفرقه والشتات بين الجزائريين. يعني كل واحد يجي يقول له كيفاش انت عندك بطاقه احفاد الشهداء وتتخلط. وزاره المجاهدين توضح بخصوص هذه البطاقه، حيث فندت وزاره المجاهدين وذوي الحقوق حول ما تم تداوله حول عملية الاعتراف بالمجاهدين والترويج لوثائق لا أساس لها من الصحة تتعلق بما اصطلح عليه بطاقة أحفاد الشهداء. وأوضح بيان وزارة المجاهدين أن هذه الإشاعات والسلوكيات التي ينشرها دعاة التدليس والتضليل، والتي تهدف إلى محاولة المساس بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954 وتصفية حسابات ضيقة تجاه رموزها، طبعا بعدما أنسدت في وجوههم محاولة اللعب على أمن ذاكرتنا الوطنية. هؤلاء الحاقدون أو المغرر بهم دينهم خدمة أجندات الفكر الاستعماري الفرنسي البغيض، التي ما زالت أذنابه تحن إلى الماضي الذي طويت صفحته في 5 جويلية 62. نشجب تلك السلوكيات المشينة والتجاوزات التي تمس طبعا برموز تاريخنا المجيد، كما نفت الوزارة نفا قاطعا ما يتم نشره من مغالطات ومعطيات مجانية للصواب، طبعا مجانبة للصواب حول بطاقة ما يسمى ببطاقة أحفاد الشهداء، ما كانش منها من الآخر. والوزارة قالت بأنه سوف تتم متابعة قضائيا لكل من يعمد إلى ترويج هذه الأخبار والتصريحات الكاذبة. المهم اللي قاعدين يخرطوا على الناس، مبروك عليكم، السقلة راي جايتكم، وتحية الجزائر وتحية عمي تبون. ليسونسيال الرسالة